أهلا وسهلا بكم. طارق تايجر من جديد يعود لكم يا أجواء الصيفية جويي 2022، شهر جويلية 2022. إن شاء الله تتعدى فاكونس مزيانة. اليوم باش نوريكم القصر هذا في ولاية تطاوين في معتمدية اسمها المزدورية. هذا القصر متاع جددي الأولين، اسمه قصر الدغاغرة. دونك هذايا اصل اصيل نتاع جدودي وين كانوا يعيشوا قبل هوني بالعروش. كل عرش عنده القصر نتاعو في تطاوين. دونك انا اليوم باش نوريكم القصر نتاع الدغاغرة وين نسكن انا. جدودي سامحوني قبل اول ما بدات الدنيا وكل شيء وبداو يسكنوا، نوريكم كيفاش كانوا يعيشوا الناس قبل وكيفاش، وتابعونا في الفيديو. بعد شويه نرجع لكم. كيما تراو الكياس بون صافا ان بتي بو، مي تحسه صعيب شويه الدخول الولوج ليه، مي تا نعمل البوسيبيليتي باش نجمو كيفاش ندخلو. دونك هذايا منا على جنب بتيت بارتي. كيما تراو لازمك تسوق بحذر خاطر ثنية كلها معناها طلعات. دونك سي ان بي كومبليكي، ردوا بالكم هكاو، سيرتو العباد اللي يخافوا من الديماراج وكود راهو يردوا بالهم. دونك هوني كيما تراو هاي ثم كيما الوليد صالح جامع الإحسان، ثم جامع ما شاء الله. أنا جينا بحذاه وتوا باش نكتشفوا شنو بجنب الجامع. نرجعوا لكم بعد شوية. كيما تراو المنطقة كيفاه أنا فيها في بانوراميك. طقس ما نحكي لكمش، السخانة البرا 40 درجة. دونك احنا جينا في الخلفية من تالي. بون هو تحسوا انه ثم شوية ترميم هوني، مي نقولوا من قدام احنا. هذا الجامع ما شاء الله كيما تراو مدهون وجو باهي ما شاء الله. دونك هوني بلاسك البني كله يعملوه بالطين ولا حجر وطوب، مش بالسيمان. هذاك علاه سا بلوس. طيب باش نوريكم ما شاء الله جامع مزيان برشا برشا. فرجوا دونك ما شاء الله. هذا الجامع في ولاية مدينة المزدورية الصغيرة. ثم بحذا ناس ديار قبل وثم ظاهرين. شوفوا معناها الآثار متاع ثم ديار عربي قدم، ثم ناس قبل كيفاش كانوا يسكنوا. شوفوا الطبيعة القاسية. دونك هذا القصر جينا احنا من تالي. هذاك التلمو معناه الأرضية شفتوه، هذاك السقف من فوق كيفاش طاح. تلمو معناه مع الوقت مع الزمن. بون توا باش ندخلو القصر من داخل. هذا يا سيدي القصر لونطري من داخل، من برا شني باردون. وين تلقاو الدروج. نجيب نكبرلكم من هوني في الفيزيون اكثر باش يبان كيما تراو في المنظر. هذه نورمالمون حاجات كيما هكا تخلد في التاريخ، يعملوا لها وقار وحكايات. خرجوا هذا الباب باش تعرفوا بني متاع ناس قبل كيفاش صحيح ما شاء الله. نحكي لكم على البراد باردة باردة، واحد يرد باله ديما من الأفاعي من الحيوانات، خاطر نجم يكون ثما كلاب هوني. دونك كيما تراو هذا القصر الدغاغرة. ثم من هوني الدروج، وثم هوني كالديار يدخلوهم يرقدوا فيهم يخزنوا فيهم. زي ناس قبل كيفاش كانوا جدودنا يعملوا. شوفوا المكان معنا ما شاء الله مزيان مزيان. علاش ما يستغلوش مانيش عارف. وديما ردوا بالكم من الافاعي والحيوانات، ينجم يكون راقد فيها كلب ولا حكايه. دونك يستغلوها من داخل، لكن ديما انتبهوا. هذا كتير خرج. دونك كيما تراو
الشكل من فوق كيفاه مثلث. والحاجة اللي تميز القصور اللي هما باردين بطريقة رهيبة والله، كليماتيزي الكل. دونك هاكا كيما تراو كيش صنابر كيما الاوت ما شاء الله. ثم ناس قبل كانوا يخزنوا فيهم. هذا كسرت غارت كسرت تاع جدي الاولاني، هذا اصلنا نورمالمون نعملو حملة دغار احنا لكل نلمو الفلوس ونرمموه. هذا نورمالمون يتسجل في الارث تاع تونس ويترمم ويتحسن ويتهيأ، خاطر هذوما لي توريست يحبوها برشا الحكايات هذيا، واحنا ديما مركزين على الشواطئ والشواطئ. هذه هي سي فريمون لو اكثر حاجة مزيانة، هي هذه الاصل. كيما تراو الشنابر نحكي لكمش باردة. دونك هذه هوني الشنبر هذيك كي تبدا هكا معناها راهم كانوا يدسوا فيها في ندخلوا لها، كان فيها ماء هوني، كانت ميضة غادي كانوا يعملوا فيها الشعير القمح وكل شيء، دونك يدسوا فيها كل شيء. صدقوني باردة كلاس، فرجوا ما شاء الله. اش قولكم، هذا سيدي جدي الاولاني وين كان يسكن. آثار منسية في تونس، كلها حيوانات ساكنة في وسطها. كما تراو منظر جميل جدا، الله غالب، العناية غير موجودة. هذا يكسر الدغارة، مكان كما هذا كان جا في الأوروب صدقوني لي توريست يدخل فلوس ما فلوس. كما تراو ليتاجيرات هذوما الدروج يطلع منهم غادي نجم يطلع دوزيام ايتاج. انا ناس قبل كيفاش كانت عندهم ليزيدير تحت المعمار كان معناها حاجة لوكس فرج، اللي تو مع الوقت ولينا راجعين له معناها. دونك كيما تراو ستركتور عالمية. أماكن لن تراها في حياتك من قبل، أماكن صعبة الولوج، أماكن جميلة جدا. السلامة لي زامي، إن شاء الله تكونوا بألف خير وبخير. دونك نحن اليوم في ولاية تطاوين باش نوريكم القصر القديم. هذا من أقدم القصور في ولاية تطاوين، يرجع إلى 475 قبل الميلاد. دونك قصر قديم برشا، والترميم متاعو صار عام 1993 آخر مرة. دونك كيما تراو في الليتا متاعو بون مازال شاد روحو. مي أنا باش نصوروا لكم احنا لي بتيت ديتاي ونوريكم انا التاريخ متاع تونس اللي هو زاخر برشا معالم أثرية، لكن لسوء الحظ ما يسين منها وما يلهوش بها وما متلفينها. دونك سي با بيان. هذا كان جا في بلاد أجنبية راهو يدخل في الملايين. دونك ربي يهدي ما خلق. وتوا باش نوريكم خويا هذا القصر القديم بما يسمى القصر القديم في ولاية تطاوين، وهو من أعز وأكبر القصور، لذلك تابعونا في الفيديو. دونك هذه كما تشوفوا لوغروت هي الغرفة اللي تمتاز بالبرودة اللي في وسطها، وتتعمل بالطين وبالطوب. دونك كما تراو في التجسيم من داخل كلها طوب. هذه صدقوني في الصيف جلاسيير. علاش معناها جلاسيير؟ معناها ترقد في وسطها تبرد في الليل ولا في النهار. كما تراو كيف نفس الغرفة، شكل غرف بسيطة ودائرية، وهذوما يستعملون للتخزين أو للنوم. كما تراو بالطين، تتخدم بالطين. دونك هذا القصر القديم في ولاية تطاوين. كما تراو هذوك يعملون من المؤونات، ساعات يعملوا فيهم الغنم والمعيز وكل شيء.
ثم اللي يسكنوا فيهم وبرشا حاجات. دونك هذا من هوني كيما تراو لونطري نتاع القصر اللي هو الباب اللي كبير يبدا كي السرداب. دونك هذا باش تدخل انت القلعة او القصر اللي يبدا محصن دائري في الوسط. هذه الباحة اللي يتقابلوا فيها الناس الكل كيما احنا نقولوا المارشي، وهذا الدائري الكل والقصور. دونك ومن فوق كل تاجيرات العباد تحب تبنك تنشر دبشها تعمل الحمل قديد تعمل كل شيء. والغرف هذوما ينجم يكونوا كيما حوانت ولا كيما اماكن لتخزين العلف او خزينه نتاعهم كامل. دونك باش نوريكم مع القصر، هذا المنطقه نتاع القصر باش نوريكم البلاك اللي هي معنا مكتوبه. السلام عليكم. القصر القديم هكا اقدم القصر بولاية تطاوين، يعود بناؤه الى 475 بعد وفاة الرسول. آخر مرة ترمم فيها عام 93، مساحته 2500 متر مكعب مربع برضو. أما الغرفة تصل إلى 200 غرفة. دونك هذا فيه 200 غرفة كما تراو. وجاي ديما يجي قصور كما هكا ديما يجيو على سفح الجبل. دونك الفوق بلاصة عالية كما تراو. هذوك الدول شو اسمه الديار الصغار كلهم جدد اللي بالأبيض. دونك السكان كلهم يسكنوا تحته. دونك هذه من هوني هذا يسمى القصر القديم. دونك نهبطوا من هوني الدروج. جو هذه من تاني نوريكم شكله من بعيد معناها كيفاش يبان. ورمم بطريقة معناها جميلة جدا ليكون محمي من الأمطار والرياح كما تراو. هذا كما قلنا لكم من أقدم القصور في ولاية تطاوين كما تراو. ما شاء الله كيفاش مسطر معناها بني الناس قبل كيفاش قوي ومتين. سخان البرة ما نحكي لكمش 40 ديجري. مش مشكلة باش نعرفوا بالتاريخ تاع بلادنا نصور ما ثم حتى مشكل. دونك هذا القصر المنتالي، هذا القصر المنتالي. لكن معناها أماكن منسية صدقوني حرام. شوفوا معناها الحاجة الجميلة اللي لقيتها وأنا نصور حيوانات أليفة. هذا يتسمى جحش، هذاك أبوه البهيم والصغير يتسمى جحش. المنطقة هذه معروفة اللي هي فيها برشا زيتون وكرموس وفيها برشا طين. دونك هذا كيما تراو الجحيش الصغيرون وهذا البهيم حيوانات. دونك كيما تراو ديما القصور يعطوهم على منطقة عالية شوية فوق معناها كنيفو استراتيجيك. وعلاش يستعمل وسيلة الدابة هي البهيم والحشاكم من الحصان؟ على خاطر صعوبة المكان. قبل ما عندهمش كراب ما عندهم حتى شيء. دونك يضطروا يستعملوا الدابة باش ينجموا يطلعوا الجبل. قولي يا جماعة باش نوريكم صعوبة المكان. معناها شوفوا الكرا والديار لوطا كيفاش واطين. هفوف لوطا معناها لا قدر الله تصدق بالكهرباء. ردوا بالكم تحاولوا تجوها في الليل، ردوا بالكم في النهار وشوفوا مكان مخطر جدا. دونك تحاولوا تتفاداوا تجوا في الليل. قدر الله واحد ما يعرفش يسوق. فرجعوا على الهفوف لي لوطا. دونك ردوا بالكم كياس وعر شويه مش صعيب برشا. واحد ما يعرفش يسوق بالبايره ينجم يتسبب في مشكله. دونك الكهرباء ماذا بك تكون عاليه شويه خير. دونك ردوا بالكم. هي تجربه تستحق تكتشف اثار في بلادك والمعالم التاريخيه، حاجه باهيه برشا. انتوما في مكان كانت تسكن فيه الديناصورات من قبل. مكان لا يخطر على البال. هذا المكان يسمى قصر ولاد دباب. المكان هذا
قبل كانت تسكن فيه الديناصورات. كما تراو هاي ديجا طريق اللي هو ما عادش كيما قبل. القصور، هذا القصر الثالث نزوره اليوم اللي هو قصر ولاد دباب. علاش مجسم في شكل تنين برا ديناصور؟ لأنه قبل المنطقة هذه كانت فيها ديناصور قبل. كما تراو قصر ولاد دباب، هذا لونطري. كما تراو باب عتيق، شكل القارورات والجرات جميل جدا. حيط مصنوع من الطين والطوب. كانش مجسمين اشكال متاع ديناصورات يطاولة هوني. قهوة ممتازة برا، هي في الليل تصور قاعدة في العالمية. لما نتصور سيسون دي لوجمون محلاه الباب. زون دي اوت، كنت تراو شنابر متاع واحد يشرقد فيهم يحبيبات لهنا. كيما تراو الاركيتكتير القلة. كيما تراو قهوة موجودة وكل شيء موجود. السمك ربي مدير سي محمد. جاو سي محمد يفرح بكم، مرحبا بكم في القصور، قصر ولاد دباب. عايش نعمل دورها داخل مع الاركيتكتير. كما تراو الاركيتكتير مزيان. ما شاء الله. هذه قهوة داخل صالون دو تي. شوفوا معناها الزينة. باردة ما شاء الله. السخانة البرة ريتوها 50 هوني تدخل تحس حد شيء. يصير الديكور يجسم ديما في الحاجات التقليدية. هذه الشكوى. هذا كما تراو الباول برا. هذا كيما هكا نورمالمون راهي عامرة بالتوريست.
موجودة حتى الغرف، تنجم ترقد وتنجم تبات، كل شيء متوفر ما شاء الله كما تراو. غرف بالارقام وكل شيء منظم، يجوا معنا وتفردوا، حاجة ممتازة جدا. نعملوكم بيبليسيتي.